هما سنة ومنازل بياخدوا كتب من المدرسة ولا لا؟ وكمان سنة ومنازل ينفع تروح المدرسة ولا لا؟ يعني طالب سنة ومنازل ينفع ان هو ياخد الكتب بتاع المدرسة ولا لا؟ وكمان طالب سنة ومنازل ينفع يروح المدرسة ويحضر ولا لا؟ كل دي اسئلة لحد دلوقتي في ناس ما تعرفهاش، بس انا يعني حبيت اجاوب على الاسئلة دي. اعرفكم دلوقتي هل سنة ومنازل بتاخد كتب مدرسية ولا لا؟ وهقول لك هل طالب سنة ومنازل ينفع يحضر في المدرسة ولا ما ينفعش. بس قبل ما ابدأ الفيديو، لو انت اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان زمالك يستفادوا، وكمان في فيديوهات جاية مهمة جدا لسنة ومنازل. وندخل في الموضوع على طول. لحد دلوقتي في ناس بتسألني على طول، لحد دلوقتي في ناس بتسأل كتيرة وما تعرفش حاجة عن سنة ومنازل. هل سنة ومنازل هتاخد كتب من المدرسة ولا لا؟ الإجابة لا. سنة ومنازل ملهاش أي حاجة في المدرسة. سنة ومنازل ملهاش كتب في المدرسة خالص. أنت كطالب في سنة ومنازل مالكش أي حاجة في المدرسة غير إنك تروح تمتحن بس انت ليك في المدرسة تروح تمتحن بس، لكن مالكش كتب مدرسية. طيب السؤال التاني، هل ينفع ان انا كطالب سنة ومنازل احضر في مدارس الثانوية العامة ولا لا؟ او هل ينفع اروح المدرسة واحضر مع زمايلي ولا لا؟ الاجابة هنا رسميا ما ينفعش. رسميا طالب سنة ومنازل ما ينفعش يحضر في المدرسة، لكن الواقع بيقول ان عادي تروح. يعني عادي انت كطالب سنة ومنازل تروح المدرسة، محدش هيمنعك، بس هو رسميا انت ما ينفعش تحضر. القانون بيقول ان انت ما ينفعش تحضر، بس هي بتمشي كده يعني الدنيا. لو ايه انت وانت داخل المدرسة محدش هيسألك هو انت طالب سنة وعام ولا لا. وانت داخل المدرسة الكل بيدخل، مش مثلا ايه هتوريهم الكارنيه انت مش رايح الجامعة. عادي اي حد يدخل المدرسة عادي، ما حدش هيقول لك انت طالب سنة ومنازل ولا سنة وعام، يعني تدخل المدرسة عادي. حتى لو حد وقفك على البوابة وقال لك انت طالب هنا، قول له ايوه انا طالب هنا وطالب سنة ومنازل كمان. فالدنيا ماشية عادي، اللي هو ما تخافش يعني لو دخلت تحضر في المدرسة عادي جدا. انا ساعة كنت في الثانوية العامة كنت بروح المدرسة، كان كل يوم بيحضر معايا زمايلي اللي هم سنة ومنازل ومفيش اي مشكلة خالص. في الحالة دي لو المدرس رخم جدا جدا بطريقة غريبة، ومدرس بصراحة مش حلو تماما، ده هيطلعك لو لقاك انت طالب سنة ومنازل. لكن بشكل عام مفيش مدرس بيعمل كده، يعني بنسبة كبيرة مش هتلاقي مدرسين هتطلعك من الفصل، ده صعب يعني. لان المدرس لو طلعك في الفصل هو هيشوف نفسه وحش من الاخر يعني، ومفيش مدرس يعني عايز يوصل ان هو وحش للطلاب. فهو لو لقاك طالب سنة ومنازل مش هيكلمك عادي، مفيش اي مشكلة. فوانت داخل المدرسة محدش هيقول لك هات الكارنيه، لان الثانويه العامه ملهاش كارنيهات. لو ليها كنت اقول لك ماشي، لكن انت داخل مدرسه عادي مفيش اي مشكله. يعني انا مثلا رحت مدرسه زراعه قبل كده مره واثنين وثلاثه، محدش قال لي انت طالب هنا ولا لا، عادي جدا مفيش اي مشكله. وكمان صحابي من مدرسه زراعه 3-4 صحابي جولي مدرسه ثانوي قبل كده ودخلوا وحضروا معايا ومفيش اي مشكله، مع ان هم اساسا طلاب في مدرسه الزراعه. بس ما حدش بيقول لهم انتوا طلاب في ايه، دي مدرسه ثانوي عام. الطلاب اللي داخله معروفه انها في الثانويه العامه بيدخلوا على طول، ما حدش بيسالهم اي حاجه ولا حد هيقول لك اي حاجه. في الحاله دي لو المدير او المدرس رخم شويه، اللي هو مشدد زاد عن اللزوم، وبيسال الطلاب هل انتوا منازل ولا عام، في الحاله دي ما ينفعش تدخل المدرسه. بس الدنيا ماشيه سهله يعني، ما بتقلقش من حاجه. تقريبا اي مدرسه بتدخلك كده عادي، محدش هيطلعك، وانت ما تتعبش نفسك وتروح المدرسه يعني. او في حد عايز يتعب نفسه ويقوم الصبح ويروح المدرسه؟ ده بالنسبه لسنه ومنازل. هنقولهم تاني، الكتب مالكش كتب، دي اول حاجه. حضور مالكش حضور، تمام. وبالنسبه للكتب اساسا الكتب اتوقفت طباعتها من زمان، سواء ثانوي ومنازل او ثانوي عام او ثانوي خدمات، الكتب طباعتها موقوفه. محدش بياخد كتب من 2019 تقريبا، من ساعة ما التابلت نزل والكتب اتوقفت طباعتها، سواء ثانوي عام او ثانوي منازل او ثانوي خدمات. كده يا رب اكون وصلت لك المعلومة. واي سؤال عن ثانوي ومنازل اسألني في التعليقات، انا برد على الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.